أن هذه الأشهر هي أشهر، أو هذان الشهران هما شهر الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد وزينب الحوراء عليه السلام. وقد ندب الشارع المقدس من خلال كم هائل من الروايات الشريفة لإحياء ما يتعلق بسيد الشهداء عليه السلام، بل لعله ذكرنا أن بعض الروايات كانت تعبر بالجفاء لمن لا يزور الإمام الحسين عليه السلام، يعني بشكل مطلق ليس في هذين الشهرين. والإمام الصادق عليه السلام عندما يبدأ يسأل فلان وهو كان قريب من كربلاء، لعل في الكوفة، تزور الحسين في اليوم لا، في الأسبوع، في الشهر، في السنة، قد يكون، قال ما أجفاكم للحسين عليه السلام. طبعا هذا التعبير من الإمام الصادق، ومعنى الجفاء أن الإنسان لا يعتني بشخص ما مع معرفته به. ترى إنسان لا تعرفه لا يعبر عني إني جفوته، أنا لا أعرفه، وترى أعرف هذا الشخص، أعرف مقامه ولا أعتني به، حالة من الجفاء والإعراض عنه. هذا المقام الكريم والكبير لسيد الشهداء عليه السلام، والذي هو من مقام أخيه ومن مقام أمير المؤمنين، وبالنتيجة من مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله